الحبيبات ديالي، اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد القريشلات اولا قرص اللي كيجيو بشكل جديد، شكل جد رائع، غادي يعجبكم ان شاء الله. غادي نديروهم في قوالب على هذا الشكل هكا. بالنسبه للاخوات اللي ما كيتوفروش على القوالب بحال هكا، انا غادي نقول لكم البديل، غنخليكم معايا. الشهوه ديال اليوم فهي عباره عن كريسات اللي كيجيو في هذه القوالب بحال هذا الشكل هكا. كيجيو كريسات على شكل كوب كيك، وهاد الكريسات كيجيو مهويين ومفشفشين مقطنين كيذوبوا في الفم. هاد الشهوه هذه ديال اليوم ان شاء الله اللي غادي تعجبكم بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق، حتى الدراري الصغار غادي يعشقوها ان شاء الله. غير زعموا عليها ونوضوا وجدوها، ما غتندموش عليها ان شاء الله. الا عجبتكم الشهوه ديال اليوم ما تنساونيش من اللايك ديالكم والبارطاج، والحبيبات اللي مازالين جداد معايا ما تنسينيش حبيبه من الاشتراك ديالك والدعم ديالك، هبطيو بركي على صابوني وما تنسايش تفعيل الجرس. غندوزو مباشره نوجدوا الكريسات ديالنا. هنا كيف كتشوفوا خديت هاد القوالب بحال هكا، درت فيهم واحد الكميه ديال الزبده ووزعتها عليهم كاملين بهذا الشكل، بهذا البانسو كيف كتلاحظوا بهذه الطريقه، باش ما غاديش يلصقوا لينا كريسات ديالنا. ما عرفتش واش نسميهم كريسات، المهم هما كرس كيجيو على شكل كاب كيك. المهم غادي نوزع هاد الزبده هذه كامله في الاسفل وفي الجوانب كذلك، ومن بعد غادي ناخذ واحد الكميه من الدقيق وغادي نوزعها عليهم كاملين بهذه الطريقه باش ما غاداش يلتصقوا لينا الكريسات ديالنا. غادي نمشي هاد الدقيق هذا كامل من الاسفل وفي الجوانب، نحيدوا داكشي اللي كيكون زايد. دابا غندوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا غادي ناخذوا اناء فينا نخلطوا الكريسات ديالنا. غادي نحتاج هنايا الكاس اولا كوب من الحليب اللي يكون ساخن، اللي درجه الحراره ديالو تستحملوا الاصبع ديالنا. بالنسبه للعبار ممكن تعبروا باكواب الشاي اولا باكواب القهوه، انتم كتشوفوا القياس ديالو كي كنوري لكم. اليوم عطيتكم العبار بالكاس. بالنسبه للاخوات اللي في المغرب اللي عندكم كيسان العنبه ممكن تعبروا بهم، هذا راه القياس ديالو. غادي نضيف عليه هنايا ربع كاس اولا ربع كوب من السكر سنيده او سكر حبيبات. انا درت ربع شي شويه، يعني قريب للنص. يعني دائما بالنسبه للسكر كتزيدوا نتوما اللي بغيتو، ممكن ديروا اكثر، ممكن ديروا هذا القياس هذا اللي درت، كيبقى لكم اختياري. يعني نسبه الحلاوه نتوما اللي كتحكموا فيها. ملعقه كبيره من الخميره فوريه او الخميره حبيبات، اللي كتوفروا على الخميره المعجونه ممكن تستعملوها. هنايا غادي نستعمل ابيض بيضاء، الاصفر غادي نخليه باش غادي ندهن به الكريسات ديالي. غنضيف هنا في العجين غير الابيض، نخليها على جنب. وهنا غادي نبدا نخلط هذا الشيء هذا، غير هاد السباتيل هذه نتاع الخشب او اللوح، يعني بامكانكم تخلطوا باش ما عندك ولا بمعلقه ولا باللي كان اليد ديالك ما غاداش تحتاجي انك تلمسي بها العجين هذا النهار. المهم غادي نخلط هذا الشيء هذا باش تفاعل لنا الخميره مع هاد المكونات هادو. عاد غادي نضيفوا باقي الاضافات. بعد ما تخلط هذا الشيء هذا غادي نضيف ليه هنايا ربع كاس من الزيت، زيت المائده او زيت نباتيه، دائما مع الاستمراريه في التخلاط. وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا غادي نبدا نضيف، ومن بعد غنقول لكم بالضبط شحال هزيت، لان دائما على حسب النوعيه. الدقيق ضروري يكون مغربل. المهم غادي نبقى نضيف هكا شي شويه بشويه وانا كنخلط في نفس الوقت. هنا من بعد ما ضفت هاد الكميه هذه ديال الدقيق، انتم شفتوا يعني كنضيف غير شي شويه في الاول. كنضيف هنايا معلقه كبيره ممتلئه من الزنجلان او السمسم، كيبقى لكم اختياري. يمكن لكم تضيفوا لا بغيتوا اليانسون او حبه حلاوه، كيبقى لكم اختياري شنو تضيفوا في الزراره. يمكن لكم تزيدوا معلقه اخرى كبيره، اولا الا ما بغيتوش ديروا هذا الشيء هذا الحبوب هكا ممكن تنسموا بالقشر نتاع ليمونه حامضه، او ديروا كيس من السكر فاني. هنا غادي نضيف قبيصه ديال الملح، ما بغيتش نضيفها في الاول، خليت حتى لدابا. وهنا غادي نضيف نصف كيس من خميره الحلويات. ما ضفتش الكيس كامل، كان هنايا غير النص، ما غنحتاجوش كلشي. وكنستمر في التخلاط وانا كنضيف الدقيق شويه بشويه. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نشوف القوام ديالها كيف غيكون. نستمر باضافه الدقيق شويه بشويه مع الاستمراريه في التخلاط. بالنسبه لشحال هزات لي نتاع الدقيق، هزات لي تقريبا 275 غرام نتاع الدقيق اللي هزات. المهم ديما كنقول لكم على حسب نوعيه الدقيق. القوام ديالها ما خصوش يكون قاصح نهائيا، كيكون على هذا الشكل هكا. المهم هانتوما كتشوفوا القوام ديالها كتكون تقريبا بحال العجين ديال السفنج، كيكون القوام ديالها ما كيكونش قاصح
وفي نفس الوقت ما كيكونش مطلوق بزاف. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها كيف داير. هنا خديت هاد القوالب هذه، غادي نبقى ناخذ هنايا بالمعلقه وغادي نبقى نصب هنايا. ما تعمروهمش بزاف، كنديروا غير شي شويه. هاد الكميه ديال العجين خرجت ليا 12 الحبه اولا 12 القريصه. المهم توزعوا على هاد القوالب هادو، ما نعمروهمش بزاف. هاد العجين ديالنا غادي نوزعوها وصافي، لان الا تعمروا بزاف غادي يفيضوا بزاف لان مازالين غادي يطلعوا. المهم بالنسبه للاخوات قلت لكم مني ما عندهمش هاد القوالب بحال هكا، غادي تضيفوا تقريبا نصف كاس اولا نص كوب من الدقيق. دائما كتبقى على حسب النوعيه، باش هكا غادي ديروهم غير بيديكم، غادي تشدوهم وتكوروهم بيديكم، يعني بحال الكريسات عاديين وتقرصوهم عاديين كيف ما كديروا الكريسات وغديروهم في اللاطه ديالكم. المهم هذه بين قوسين البنات اللي ما عندهمش القوالب على هذا الشكل هكا. وهنايا من بعد ما وزعتهم كاملين قلت لكم عطاتني 12 حبه، كناخذ شي شويه نتاع الزيت وكنديرهم هكا في الاصابع ديالي وكنبدا ندوز هكا من الفوق على هذا العجين باش كتجمع، باش ما كتجيش جهه طالعه وجهه هابطه. المهم كنقادها هكا بصبعي بشي شويه الزيت وصافي. هنا غادي ناخذ سلوفان او بلاستيك غذائي ونغلفها مزيان، نحاول ما نخليش داك السلوفان يتقاس بالعجين ونخليها حتى تخمر او تختمر. هانتوما هنايا يعني ما خليتهاش بزاف، ما خليتش حتى تقاس داك العجين بداك السلوفان باش ما يلصقش. في حاله ما الا تقاس لكم ماشي مشكل، حيدوه غير بشويه، راح دهناهم بالزيت من الفوق يعني ما غاديش يعذبونا. المهم قلت لكم ما تخليوهمش حتى يفيضوا بزاف، راه مازالين في الفران غادي يزيدوا يطلعوا. وهنايا كتشوفوا خديت داك اصفر بيضه وغادي نبدا ندوزها هنايا فوق هاد الريصات هادو وغادي نبدا نوزعها بهذا الشكل. حاولوا ما تقيسوش بزاف الجوانب بداك البيض باش ما يلتصقوش، يعني نوصلوا شي شويه الجوانب ولكن نحاولوا ما نقيسوش القالب اصفر البيض باش ما يلتصقش وصافي. المهم كنحاولوا معهم هكايا غير بشويه. وهنا مباشره كناخذ وكنزين بالزنجلان او السمسم. المهم دائما كنقول لكم تزيين اختياري، الا بغيتوا ديروا هكا كديروا، بغيتوا تخليوهم حتى يطيبوا عاد دهنوهم بالكونفيتور من الفوق او المربى وعاد زينوهم بالزنجلان او باللوز ايفيلي اولا بالكاوكاو كونكاس. المهم كيبقى لكم الاختيار نتوما باش تزينوا. بالنسبه للزنجلان هنايا او السمسم راه ما محمر ما والو، غير نقي وصافي. نزيد نخليهم 5 ديال الدقائق ماشي كتر باش يزيدوا ياخذوا وقتهم في الخميره. ومن بعد داكشي غادي ندخلهم مباشره الفرن اللي مشعول من الاسفل ومن الاعلى على درجه حراره 180. غنخليهم يطيبوا ما نحلوش عليهم. المهم فاش يدخلوا يطيبوا نحاولوا غير نطلعوا عليهم ونشوفوا، يعني الوقت كيختلف، ما نخليهم حتى يتحمروا. نحاولوا ما نحلوش عليهم في ديك ال 15 او 20 دقيقه الاولى باش ما يرجعوش، باش يبقاو لنا هكاك منفوخين ومفشفشين. نخليهم ياخذوا اللوين ديالهم ونجبدهم. هنا هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي كيف كيجيو جد رائعين. عرفتوا يا البنات كيجيو مفشفشين ومقطنين ومهويين، كيجيو بحال دي كوب كيك هكا، يعني قريصات على شكل كوب كيك، كيجيو جد رائعين. هنا غادي نوريكم في حاله ما الا لصقوا لكم هنايا في هاد القوالب هادو غتاخذوا هاد السباتيل هكا اللي كتكون سيليكون ما كتجرحش لينا القوالب وفي نفس الوقت كتحيدهم بكل سهوله. يكون في حاله ما الا لصقوا على حساب البيض، على حساب الا تقاسوا بالبيض. المهم انا وريتكم الشكل، كنهزهم هكا باش كيتهوى، يعني ما كنخليوهمش في اللاطه هكاك سخونه، نخليهم هكا يتهووا. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيف كيجيو اسفنجيين مهويين. راه قلت لكم مقطنين كيذوبوا في الفم، غيعجبوكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا كيف كنبرك عليها وترجع كيف ما هي بحال ما وقع فيها حتى حاجه. كنتمنى ان الشهوه ديالي ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، غتعجبكم البنات، غير ما تعكزوش عليها، نوضوا وجدوها. واللي وجدات هاد الشهوه هذه ما تنسانيش بطبيعه الحال ترجع لي التعاليق وتقول لي كيف جاتها. ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج. غنخليكم دابا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شي شهوه بشهواتي. سلامه.